لماذا حرم الله أكل لحم الخنزير؟ هل سألت نفسك هذا السؤال يوما ما؟ حسنا، قبل أن نخبرك سنقص عليك قصة حقيقية مرعبة لأحد أشهر نجوم المكسيك، والذي توفي عام 2019. كانت وفاته مرعبة ومخيفة. في أحد الأيام بعد العمل، ذهب الممثل سيباستيان فيرات لتناول الطعام. اختار أحد الأطباق الشهيرة والمصنوعة من لحم الخنزير، والذي يصل سعره إلى مئات الدولارات. بعد أيام بدأ يشعر سيباستيان بحمى، ثم إرهاق شديد وضعف وألم في العضلات. يطمئنه الطبيب ويخبره أنها مجرد حمى بسيطة. تمضي أسابيع وما يزال سيباستيان متعب، وفجأة دون سابق انذار تظهر أعراض مرعبة. فجأة يعاني من صداع شديد ومرعب وخيالات وهلاوس، يرى أشياء غريبة ويسمع أشياء غريبة. تزداد الحمى ثم تبدأ تشنجات مرعبة في الظهور عليه. يفقد القدرة على التحكم في جسده وينهار. ينقل للمستشفى ليكتشف الأطباء إصابته بعدوى بالتوكسوبلازما، وهي عدوى التقطها من لحم الخنزير الذي قد أكله. كان مصاب بالطفيليات، والتي لا تستوطن إلا القطط والخنازير، والقطط لا تؤكل بالطبع، ولكنه كان عاشقا للحم الخنزير. انتقلت الطفيلات من معده صعودا إلى دماغه، ثم هاجمت الدماغ بضراوة بشكل مرعب، إلا أن بدأت في تدمير الدماغ. تخيل أن تكون هناك طفيليات تشبه الديدان في دماغك، تنهش به وتأكل دماغك حيا. كان الوقت قد فات، وسيطرت الطفيليات واحتلت الدماغ، وأصبح من المستحيل علاجه. عانى من ألم مرعب، ثم توفي بعد 7 أشهر من معاناة مرعبة. الخنزير آكل كل شيء. يعتبر الخنزير هو الحيوان النباتي الوحيد في العالم الذي يأكل اللحم، ولكن ليس اللحم فقط، فالخنزير يأكل النباتات والفضلات واللحم المتعفن، ويأكل الجثث والدود والحشرات وكل شيء. حتى أن هناك آلاف حالات حينما وجدوا الخنازير تأكل الميتة يأكل فضلاته وفضلات الحيوانات الأخرى. وبسبب نظامه الغذائي هذا لآلاف السنين، أصبح جسمه منزلا لأخطر أنواع الطفيليات والدود. ثم الطفيل الذي أصيب به ممثل مكسيكي، أو الدودة الشريطية. وإذا تطور الأمر فأنت سترتعب مما سيحدث. يذهب هذا الدواء إلى الدماغ ويقوم بعمل إعشاشه فيه، وقد يصل طول الدودة إلى متران. تقوم بأكل دماغك والتعشيش فيه. ليس فقط الدماغ، بل إنها قد تستولي على أي عضو في جسدك، كبدك أو كليتك أو صدرك أو مقلة عيناك. تخيل أن تكون الدودة ظاهرة واضحة تظهر من عيونك كفيلم رعب. فالخنازير تتسبب في أمراض الدودة الشريطية، والتيكسوبلازما والبروسيلوزا والليستيريا والكوليرا، وأخطر أنواع الإنفلونزا، والكامبيلا والإيكيولا والسالمونيلا والبريسينيا. فمرض الليستيريا على سبيل المثال يقتل الأجنة وهي داخل أرحام أمهاتها. ومرض الليريسينيا فهو مرض أو تسبب في تسمم الدم والموت البطيء. فالمرعب أكثر هو كم السموم التي تتواجد في جسم الخنزير بسبب كونه حيوان لا يتعرق، والعرق عملية أساسية لطرد السموم. فبدلا من أن يطرد السموم بالتبخر كالجمل، فهو يحتفظ بها داخل جسده، فيتسبب هذا في حمل كم رهيب ومرعب من البكتيريا والديدان المميتة. لذلك يتم طهي لحم الخنزير لفترات طويلة جدا، ويتسبب هذا في شيء أكثر رعبا، حيث تؤكد كل الدراسات العلمية أن طهي لحم الخنزير لمدة طويلة يتسبب في زيادة نسبة الإصابات بالسرطانات المميتة بشكل كبير جدا. فسبحان الله حينما قال في كتابه الكريم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.